اوعي تغير الفيديو، استنى بس، الشيف شادي هيقول لكم على كل اسرار عمل الكنافه والشربات خطوه خطوه. قبل ما نبدا لازم ما ننساش نصلي على الحبيب وتابعني واعمل لايك علشان يوصلك كل جديد. ايوه جميل، يلا بينا. عايزة تعملي كنافة زي بتاعة المحلات بالظبط؟ لون ذهبي، قرمشة حكاية، وطعم يجنن من أول مرة؟ يبقى ركزي معايا في الفيديو ده عشان هقولك على الخلاصة والأسرار اللي محدش بيقولها. بس قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب ويلا بينا. هتحتاجي نص كيلو كنافة ومعاهم 200 جرام سمنة سايحة ومعلقتين كبار سكر بودرة. أما الحشو فده ذوقك، قشطة أو مكسرات زي ما تحبي. وللشربات المظبوط كوبايتين سكر، كوباية مية، عصرة ليمون، ورشة فانيليا أو مية ورد للريحة الحلوة. نيجي بقى للطريقة وركزي في التفاصيل. أول سر، فككي كنافة بإيديكي كويس جدا، مش عايزين أي تكتلات عشان تستوي كلها سوا واحد. بعدين انزلي بالسمنة والسكر البودرة وقلبي براحة لحد ما كل فتفوتة كنافة تتغلف بالسمنة، بس من غير ما تعجنيها، الكنافة بتحب النفس المفتوح. ادهني الصينية سمنة خفيفة وحطي نص الكمية واضغطي ضغطة بسيطة بس عشان تفضل مورقة. حطي حشوتك في النص وعليها باقي الكنافة وساوي الوش بالراحة. دخليها فرن سخن مسبقا على 180 درجة في الرف الأوسط لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي يفتح النفس، ولو احتاجت شواية في آخر دقيقة ماشي، بس عيونك عليها عشان ما بتستحملش. أول ما تطلع وهي سخنة نار، اسقيها بالشربات البارد بالتدريج مش مرة واحدة، وده عشان تحافظي على قرمشتها. وعشان تعملي شربات صح، حطي السكر والمية على النار من غير تقليب، وأول ما يغلوا ضيفي الليمون وسيبيه من 7 ل 10 دقايق بالكتير. احنا عايزينه خفيف مش تقيل. وفي الآخر حطي الفانيليا وسيبيه يبرد تماما. وعشان تضمني النجاح كل مرة، افتكري الأسرار دي: الشربات بارد والكنافة سخنة، دي أهم قاعدة. السمنة تكون مظبوطة مش كتير عشان ما تبقاش تقيلة ودسمة زيادة، وسيبيها تهدى 5 دقايق بس قبل التقطيع عشان تطلع معاكي القطعة بقطعتها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان الكل يستفيد. تشجيعكم باللايك هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم كل جديد. بالهنا والشفا.